سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ميلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للسياحة في الرياض. جهود لتنمية الذرة الشامية. دعوة للاستفادة الجيدة من الخدمات الاجتماعية في أم حجر. قمة قادة أوروبا وأمريكا اللاتينية تبحث تعزيز التعاون. الصين تستأنف تصدير معادن الاستخدام المزدوج إلى أمريكا. تسارع وتيرة التأخير وإلغاء الرحلات الجوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي. السلام عليكم ورحمة الله. تشارك إريتريا في مؤتمر الأمم المتحدة للسياحة ال26 الذي يعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يشارك الوفد في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار السياحة المعززة بالذكاء الاصطناعي تشكل المستقبل بطرق جديدة، برئاسة القائمة بأعمال السفارة الإريترية لدى المملكة العربية السعودية السيدة ويني غرزغير، في المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 7 حتى 11 من نوفمبر. يشارك في المؤتمر الذي افتتحه وزير السياحة السعودي السيد أحمد الخطيب حوالي 160 ممثلا عن الدول الأعضاء والوزراء وكبار المسؤولين من مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية. وأكدت السيدة ويني في كلمتها أن إريتريا عبرت عن التزامها بتطوير صناعة السياحة المستدامة التي تأخذ في الاعتبار مواردها وستتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين. وتم في الختام انتخاب شيخ ناصر النويس أمين عام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2029. أعلن المزارعون النموذجيون الذين شاركوا في تنمية وتهجين بذور الذرة الشامية في مديرية قلعة نفحي بأن جهود وزارة الزراعة لضمان توفير البذور بكفاءة وسلامة بالتعاون مع شركائها لعبت دورا هاما في أنشطتهم الزراعية. وقال ممثل قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أسرات هيله إن البذور تم اختبارها بنجاح في عام 2021 من خلال المعهد الوطني للبحوث الزراعية، ووزعت للمزارعين النموذجيين، وتم إنتاج نحو 90 كنتالا من الهكتار الواحد العام الماضي. وذكر مسؤول وحدة تنمية البذور السيد أمانييل والدزيون إن المسافة بين المزرعة والأخرى يجب أن تكون حوالي 300 إلى 400 متر لتنمية بذور الذرة الشامية. من جانبهم شرح مسؤولو مكاتب الزراعة في مديريات قلعة نفحي وبريخ وسرجقة تجارب مديرياتهم في تنمية البذور المحسنة عامة وبذور الذرة الشامية على وجه الخصوص. وأوضح المزارعون أن البذور المختارة والمعلومات والمراقبة التي قدمتها وزارة الزراعة ساهمت بشكل كبير في رفع إنتاجهم. وأفاد ممثل قسم الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة سيد كحساي نقاش بأن الهدف هو رفع الإنتاج من خلال تنمية البذور المحسنة، مشيرا إلى توفير الحاصدات والدقاقات. دعا مدير بلدة أم حجر السيد تسفى ألم عندهم السكان للاستفادة الجيدة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية. وقال إن المنطقة غنية بموارد الزراعة والرعي وحركة تجارية نشطة في إقليم القاش بركة، موضحا بوجود خدمات التعليم من التمهيدي إلى الثانوي ومركز صحي وطريق ممهد يربط مديرية قلوج بمديرية تسني وخدمات الهاتف النقال ومشروع مياه شرب صالحة. وذكر بأن سد بادميت الذي شيد في منطقتهم دعم التميز الزراعي وضمن مصادر المياه، داعيا السكان للاستفادة الجيدة وترشيد استهلاك المياه وحماية الغطاء النباتي. من جانبه أوضح عضو مكتب الزراعة في مديرية قلوج السيد عبدوم قبصاوي أن الأشجار الكبيرة المتواجدة على ضفاف نهر سيتيت في انخفاض مستمر لعدم حمايتها بالكامل، مناديا السكان لاتخاذ بادرة الحماية والحراسة.
وأكد السكان على العمل لإنجاح عمل مشروع الدهلو لحل النقص في المياه الذي حدث لتزايد العدد السكاني وتوزيع خدمات التعليم التمهيدي. أفاد مسؤول وحدة التدريب والبحث والتخطيط في فرع التعليم بالإقليم الأوسط السيد ماتيوس سبهات لآب أنه تم تقديم تدريب مختلف للمعلمين على جميع المستويات في العام الدراسي 2024-2025. وذكر أنه تم تدريب 1400 معلم ومعلمة في مرحلة ما قبل المدرسة على التعامل مع الأطفال ومعلمي المرحلة الابتدائية على تقديم الكتب الجديدة والتربية البدنية، ومعلمي الصف التاسع والعاشر على تكنولوجيا الكمبيوتر، ومعلمي الرياضيات والإناث اللائي تم تعيينهن في المناصب الإدارية الحديثة. وأوضح أن مهام الوحدة تشمل تدريب المعلمين ومتابعتهم وإدخال العمل البحثي وتشجيع المدارس على تقديم الأبحاث وتحفيز المعلمين على معالجة نقاط الضعف لدى الطلاب من خلال البحث والتمعن. وأضاف أيضا أنه تم تنظيم ورشة عمل حول تنمية رغبة الإريتريين في الرياضيات في أرض المعارض بالإكسبو من 5 وحتى 8 أبريل المنصرم على المستوى الإقليمي لمعالجة نقاط الضعف في نتائج مادة الرياضيات. كما أشار السيد ماتيوس في الختام إلى أن تنظيم تدريب المعلمين من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة المتوسطة ومتابعة خطط تطوير المدارس وتدريب المعلمين الجدد وإقامة المعارض لكافة المواد الدراسية هي بعض الخطط التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام الدراسي. نظم فرع وزارة الزراعة بإقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية حول فوائد المورينجا ل30 مزارعا في مدينة عصب يومي 3 و4 من نوفمبر الجاري. تضمن التدريب أصل نبات المورينجا وخلفيته ومحتويات نبات المورينجا واستخداماته ومنتجاته والفوائد الصحية له وطرق تحضير المورينجا للغذاء. وأوضح مسؤول الفرع شاب محمد عبد الرحمن أن الهدف هو زيادة استفادة المجتمع من خلال زيادة المعرفة والفهم لدى المزارعين. من جانبهم أشار المشاركون إلى أهمية التدريب وحثوا على تنظيم دورات تدريبية للنساء حول طباخة المورينجا كغذاء وطرق تصنيعها. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. عقد قادة وممثلو مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والاتحاد الأوروبي قمة في مدينة سانتا مارتا شمال كولومبيا بهدف تعزيز التعاون بين دول القارتين. وأكد البيان الختامي للقمة التي شارك فيها 33 دولة برئاسة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الاتفاق على تعزيز العلاقات في ظل تحديات النظام الدولي، مشددا على رفض استخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية والتأكيد على الحلول السلمية للنزاعات. يأتي هذا التحالف في إطار جهود مشتركة لتنسيق العمل بين سلطات الشرطة والقضاء والجمارك، وتشمل الخطط المطروحة تطوير مناهج تحقيق مشتركة وتشديد الرقابة على التدفقات المالية وإنشاء آليات لإعادة الأصول غير القانونية عبر الحدود. وفي كلمتها خلال القمة أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن العمل المشترك سيعزز حماية المواطنين على جانبي الأطلسي. أوقفت الصين الحظر المفروض على تصدير معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم الضرورية بالنسبة إلى التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وزارة التجارة في بكين في مسعى جديد لخفض التصعيد في الحرب التجارية مع واشنطن. وتخلت بكين عن قيود تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج أي للأغراض العسكرية والمدنية. يأتي الإعلان بعدما اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية، إذ اتفقا على التراجع عن بعض الإجراءات العقابية التي اتخذها في إطار التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية. وفي مرحلة ما تجاوزت الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة 100%
مما عرقل التجارة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وتسبب باختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. ألغت شركات الطيران أكثر من 2800 رحلة جوية في الولايات المتحدة، وحذر وزير النقل شون دافي من أن حركة الطيران ستتراجع بشدة في الفترة التي تسبق عطلة عيد الشكر، مع تزايد النقص في عدد مراقبي الحركة الجوية بسبب الإغلاق الحكومي. وتتعامل كبرى شركات الطيران الأمريكية مع اليوم الثالث من تخفيضات الرحلات الجوية التي فرضتها الحكومة بعد أن تسببت آلاف التأخيرات والإلغاءات في عرقلة حركة الطيران. وأدى الإغلاق الذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 40 يوما إلى نقص في عدد المراقبين الجويين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع، مثلهم مثل بقية موظفي الحكومة الاتحادية. وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد أصدرت تعليمات لشركات الطيران بخفض 4% من الرحلات اليومية في 40 مطارا رئيسيا بسبب مخاوف تتعلق بسلامة مراقبة الحركة الجوية. أعلنت سلطات الإكوادور إنه تم العثور في أحد السجون على جثث 27 نزيلا على الأقل قضوا اختناقا عقب أعمال شغب أسفرت أيضا عن مقتل 4 آخرين وإصابة عشرات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات قولها في بيان إنها لا تزال تعمل لجلاء حقيقة ما حدث في سجن ماتشالا في مقاطعة الأورو بشكل كامل، مضيفة أن طاقم الطب الشرعي موجود في الموقع. ويمثل اليوم الدامي في سجن ماتشالا أحدث موجة اضطرابات في سجون الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وسمع سكان محليون أصوات إطلاق نار وانفجارات ونداءات استغاثة صادرة من داخل السجن. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للسياحة في الإمارات. جهود لتنمية الزراعة الشامية. دعوة للاستفادة الجيدة من الخدمات الاجتماعية في أم حجر. قمة قادة أوروبا وأمريكا اللاتينية تبحث تعزيز التعاون. الصين تستأنف تصدير معادن الاستخدام المزدوج إلى أمريكا. تسارع وتيرة تأخير وإلغاء الرحلات الجوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.